لما بيبقى في إساءة أنا بلجأ لأسلوب شكله إزاي عشان أتعامل مع الإساءة والجرح. هل كبت أو تجاهل أو نسيان، ولا عدوان وانتقام، ولا هروب وتمرد وعصيان؟ إيه الأسلوب اللي أنا كشخص لما يكون في إساءة جت عليا بتعامل معها؟ الكبت ده مش غفران، النسيان مش غفران، التجاهل مش غفران، الإنكار مش غفران، لكن دول بيعملوا مرارة جوه النفس. بولس الرسول لما بيتكلم عن السلام في رسالة العبرانيين بيقول لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. يعني جوايا يتولد مرارة وتعمل انزعاج وارتباك في العلاقات، وهيخلي الدنيا فيها اضطرابات وتنجس الكثيرين بسبب المرارة، بسبب عدم الغفران. والمرارة هتعمل فينا ايه؟ تعمل امراض جسدية، تعمل صداع واضطرابات، قولون عصبي، اضطراب في الدورة الشهرية، نزيف، الام في المفاصل، بهاق، ثعلبة، سقوط شعر الراس، اضطرابات نفسية، اكتئاب، قلق، اضطرابات في الشخصية. حاجات كتير جدا ممكن تحصل بسبب المرارة وضغط الإساءات اللي أنا محتفظ بيه وشايله وقافل على الجرح وبدعي إن أنا غفرت، لكن أنا كبت وتجاهلت وأنكرت ولم أغفر. يعني ممكن أبقى مريض بسبب اللي حصل ده وأنا مش عارف، أو أنا معتقد أن الآخر هو سبب مرضي. لا، أنا سبب مرضي الأساسي الاحتفاظ بالمرارة. عشان كده الغفران ليا مش عليا. حد يقول لي أنا أغفر له ليه؟ هو ما يستاهلش، هو ما يستحقش اغفر له. انت مش هتغفر له، هو ما يستاهلش، بس انت اللي بتتأذي من عدم الغفران. الغفران ده شفاء لي انا، مش للي اساء الي، مش للعدو. انا لما بسيبه بنطلق لحياتي، بتحرر من السجن اللي انا حبست نفسي فيه عشان اعاقب الاخر اللي اساء الي. يعني انا بعاقب نفسي. انا لما احتفظ بالمرارة بعاقب نفسي، مش بعاقب المسيء الي. فانا اللي محتاج اغفر، انا اللي محتاج حرية، انا اللي محتاج افراج واطلع من السجن اللي انا عملته لنفسي. هل لي اضرار روحية؟ طبعا. ربنا قال متى وقفتم تصلون فاغفروا للناس زلاتهم لكي يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا زلاتكم. وقال اغفروا يغفر لكم، وقال بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد كيلا جيدا مهزوزا فائضا ملبدا يعطون في أحضانكم. قال ارحم عشان تترحم، اغفر عشان يتغفر لك، لا تدين عشان لا تدان. فعدم الغفران يدين الخلاص. أنا عندي خطايا كتير، هغفر لأخوي خطايا الصغيرة، ربنا يغفر لي خطاياي الكتيرة خالص اللي أنا مش هقدر على تمنها ولا على الهلاك الأبدي اللي ممكن تعمله فيا. لكن بسبب أنا غفرت، ربنا إدى وعد، لو أنت غفرت أنا كمان كريم وهغفر زيك وأحسن منك.